ازاي كده؟ ازاي العقليات دي كده؟ ازاي الناس دول ازاي واخدين دكتوراه وازاي دارسين في امريكا وازاي ما فكرتوش كده ازاي؟ ولا هو تحس يلا حضرتك بقى؟ الحكومه ديت مش بني ادمين، دول روبوت. ده ايه ده؟ ايه ده؟ يا جماعه فكروا، يا جماعه يا حكومه فكري. لها احترامها، واحنا اتكلمنا على البلد بكل احنا احترام. كون ان انا الحكومه ثانية واحدة يا مستغرب استاذه، الحكومه بتحيد عن الطريق اللي المواطن بيشوفه، ده نقد بناء حبا في البلد. حكومه لا تصلح للمستقبل للمواطن، من حقك تنقدها. فكون حكومه مدبولي محتاجه تتغير ولازم تتغير، وهي لا ترقى لمستوى المواطن المصري برافو عليك، صاحب حضارات برافو عليك. بالظبط كده. هو طالع دلوقتي بيقول حضرتك انتوا تتكلم، لا بتحرضوا. احنا عارفين بلدنا برافو عليك. وبنحب بلدنا دلوقتي عندنا مشكله في قانون، الحكومه عامله قانون مش دستوري، واحنا بنتكلم على القانون انه مش دستوري مش دستوري. وسالكين المسلك القضائي. لا يا سوري يا دكتور، عايزه اقول لحضرتك حاجه، ولعلم حضرتك يا فندم، والله العظيم احنا مش ضد الحكومه ولا ضد الرئيس. اسمه ايه ده الرئيس السيسي؟ احنا راح بنحبه، لا بنحبه لان هو عمل انجازات. نعم عمل انجازات، هو حمى البلد من النهب ومن السرقه ومن الارهابيين. نعم عمل دوت. والحكومه بتاعتنا كانت سايره كويس لغايه بس ما هي حبت يعني تعملنا شعب اوروبي كده، انها يعني تروقنا وتعمل البلد حلوه وتعمل فيها فنادق وتعمل فيها ما اعرفش ايه. لا اعملوا تطورات، اعملوا انجازات، اعملوا تقدم، لكن بصوا للناس اللي هتخرج من بره بيوتهم هيروحوا فين يا جماعه؟ واخدين المسلك القانوني، فين التحريض؟ سؤال بقى هنا، ما حدش قال ثوره، ما حدش قال مظاهره، ما حدش قال لا ولا بننزل نعمل وقفات ولا احتجاجات ولا اي حاجه. فين ولا ما حدش قال كلام بالظبط. الله يفتح عليك، صح كده. بدليل ان احنا مش دوله مؤسسات وقضاء. بالظبط يا فندم. بالظبط. فين بقى التحريض اللي هم بيتكلموا عليه كل شويه في اي لايف؟ مفيش تحريض، انتوا ضد الدوله، انتوا مش عارف. ويجوا عند الدكتوره سمر مجرد ما تفتح بس، انا ملاحظ ان هي مجرد ما تفتح البث ينتشروا زي الجراد. احنا بنقول يا حكومه يعني لغايه دلوقتي ما عملناش اي كلام فارغ من وقفات ومش وقفات ويعني لا احنا بنخاطب الرئيس. بعد اذنك يا دكتوره ناجيه، انا عندي اعتراض على الحكومه. عندي اعتراض على الحكومه انها انا حاسس انهم حكومه روبوتات. خليها في قلبك بقى. بمعنى ايه؟ لا مش في قلبي ولا حاجه، انا ما بخافش من حد الحمد لله. انا يلا حصل الختام. كلمه تحرير عقود دي كلمه سخيفه جدا. ليه؟ لان خلت المؤجر يقول لك التحرير يبقى فيه احتلال. ما كلمه تحرير يبقى اللي قدامها الكلمه قدام عكسها احتلال. احنا امرنا لله فيها وخلاص. يعني دي هي ربنا هيتصرف معاها مش احنا، ملناش دعوه بقى. هي والله ده اللي ربنا بقى تشوف علاقتها بربنا. دايما اقول على الحكومه روبوت فعلا، عاملين زي الروبوت، زي الانسان آلي ما عندوش مشاعر. لا هو فعلا روبوت، ما انا بقول لها 3000 يدفع 1000 تبقى روبوت، مش حاسه حاجه. لفظ الطرد ده اهانه لينا ولكرامتنا واللي بنستفيد. كلمه مهينه، مهينه فعلا. نطرد من بيوتنا اللي عملناها بفلوسنا ازاي يعني؟ وكلمه تحرير برضه كلمه مهينه برضه، والتحرير كلمه مهينه. تحرير طبعا، تحرير على انا يبقى انا محتل. هو بصراحه انا بس مش عايزه اقولها لكن اضطر اقولها. لا قوليها يا دكتور مدبولي، ميرسي لحضرتك وكفايه كده، كفايه كده، كفايه كده، كفايه كده.